يا جماعة أنا طالع بقى النهاردة أحكي لكم موقف كده حصل معايا، موقف مضحك والله. أنا حبيت بقى أفرفشكوا كده معايا شوية وأشارك معاكم الموقف اللي حصل ده. الأول أيام ما كنت في المعهد في الأزهر، يعني الكلام ده من قيمة مثلا 5 6 سنين كده، وأنا تقريبا كده في أولى ثانوي أو في تانية ثانوي. المهم يعني حصل معايا موقف، بصراحة يعني أنا مستحيل من رابع المستحيلات إن أنا أنسى الموقف ده. كنت في مرة أنا وأصحابي كنا قاعدين في الفصل، فإحنا فكرنا يعني نلعب لعبة. تمام. وما أقولكوش بقى أنا يعني في الألعاب يعني ما يعني الكفيف بقى يعني تخافوا منه في الألعاب. خلاص. المهم اللعبة كانت يعني اللي هم بيغموا عينيا واللي أنا أجري وراهم. طيب تمام. المهم قام واحد صاحبي قام قايل حد فينا يقلع التيشيرت ويغمي عين محمود. يا ابني أنا كفيف، أنت مش مصدق إن أنا كفيف؟ لا أنت هتشوفنا برضه يا ابني، والله أنا كفيف صدقني. يا جماعة أنا كفيف والله ما هاشوفكم، لو عملتوا مش هاشوفكم. المهم من هنا لهنا أقنعتهم إن أنا كفيف. تمام، هم عارفين إن أنا كفيف بس يعني لازمًا يبقى في اقتناع كده. المهم إحنا بدأنا اللعبة ولفيت أنا وشي كده للحيطة على أساس اللي هو مثلًا حد يقوم قارصني كده وأقوم أنا قايل ده مين اللي قرصني، أو حد يقوم خابطني مثلًا على كتفي كده وأنا أقوم لافف وأقول مين اللي خبطني. المهم الواحد بقى متحمس للعبة وفرحان، خلاص بقى هنلعب بقى ومش عارف وانا بقى هشوف بقى اللي خبطني واللي ضربني واقول اسمه ومش عارف واقوم منزله فيها واقوم ضربه كده. اللعبه كانت جميله مشوقه يعني. المهم اتفاجأ الاقي واحد خبطني في كتفي. تمام. والفصل كله اسكت هص، بعد ما كانوا عاملين هيصه بقى وبيضحكوا وبيهزروا ومش عارف لقيت الفصل كله اسكت هص. انا جه في دماغي ان هم سكتوا عشان يعني عشان ما اعرفش اصواتهم وكده، وعشان ما اقولش مين اللي ضربني، عشان يعني اللي انا الف واقوم قايل ده مين او اقول ده كذا. المهم يا جماعه اتفاجأ ان هم ساكتين ليه؟ عشان الاستاذ دخل. الاستاذ دخل وانا ما اعرفش ان الاستاذ دخل. المهم قام قرصني الاستاذ اللي هو يعني قام خبطني خبطه كده على كتفي. فبلف بقى بقول له يا ابني الخبطه صعبه يا ابني، ما تبرحها يا ابني في على اساس ان ده واحد صاحبه وبيخبطني يعني. تمام. اتفاجأ الاقي الاستاذ بيقول لي انت بتزعق لي يا محمود؟ انت بتزعق لي؟ لا, لا مؤاخذه يا استاذ، والله ما حقك عليا يا استاذ معلش. وانا يا جماعه برتعش ومش عارف حقك عليا يا استاذ والله. انت بتزعق لي يا ابني. قمت ماسك اصحابي بقى منكم لله حرام عليكم، ينفع كده منكم؟ ده يا جماعه حبيت اشارك معاكم الموقف ده، يا رب يكون عجبكم.